طبعا احنا عارفين هريسة الشطه لا دي غنى عنها اكيد. لا احنا غنى عنها النهارده طبعا جبنا اكيد. انا جبت ربع كيلو من الفلفل الكوبي الاحمر، وربع بردك من اللي هو الفلفل الحراق ده بارد، والتاني اللي هو الطويل دوت حراق. جبت منهم الاتنين. وديت اول حاجه اهو قطفته وغسلته، وادي هو الطويل اللي هو الفلفل اللي هو الحراق المشطشط. خدت الفلفل بتاعي طبعا حطيته في الفرن وفي الشوايه، شويته من على الوش وقمت مقلباه على اليمه التانيه. طبعا جبت البارد وجبت الحامي، وبعد كده رحت مقطعاه ورحت جايباه وحطاه في الخلاط بتاعنا الامرايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت تقولوا لي بتشوفوني من انهي بلد، واعملوا لي لايك وشير وكبروا القناه بيكوا انتوا ان شاء الله. بعد ما خدت الفلفل بتاعي البارد على الحامي مسكته في الخلاط، واللي عنده كبه يعملها، انا ضربته في الخلاط. وبعد ما ضربته في الخلاط حطيته في بوله، ورحت جايبه الملح الخشن يا جماعه، مش الملح اللي هو الناعم. واقوم ماسكه حاطه معلقه ملح خشن او معلقتين على نص كيلو فلفل، ورحت جايبه معلقتين من الخل الابيض بتاعنا، ورحت مقلباه كله في بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورحت واخداه حطاه، جبت برطمان مع القمام من عندي، ورحت حاطه فيه ايه، حاطه فيه الهريسه الشطه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفينها. طب احنا عايزين نعقموه يا مها وعايزين الماده الحافظه، بنحط عليه معلقتين زيت من على الوش الماده الحافظه. دي كانت وصفتي النهارده من مطبخ منوعات ماما مها، ويا رب تكون سهله وجميله جدا واكون خفيفه على قلبكم. وان شاء الله نشوف وصفه جديده من مطبخ منوعات ماما مها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.